السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عرض مفاجأة من الدوري السعودي. الكابتن النادي الأهلي وحارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي بيقلب كل موازين المفاوضات والتجديد ما بين النادي وما بين اللاعب. نادي الشباب السعودي كان في اتصالات مباشرة مع محمد الشناوي خلال الأيام الماضية من أجل التوقيع معاه، لكن المفاوضات ما بينهم وما بين الشناوي كانت وقفت لأن النادي السعودي دخل في مفاوضات مع حارس نيوكاسل الإنجليزي، وبعد شوية مدرب نيوكاسل رفض التفريط في الحارس الاحتياطي بتاعه، فرجعت تاني المفاوضات بقوة مع محمد الشناوي، خصوصا إنها كانت بعلم الكابتن محمود الخطيب اللي سعى ان مفاوضات. ليه كابتن محمود الخطيب بيتمنى ان محمد الشناوي يجي له عرض مقابل مادي كبير من الشباب؟ لان ده هيحل له ازمتين. الازمه الاولى هي ازمه التجديد بمبلغ كبير جدا الشناوي طالبه، بما ان ده اخر عقد هو هياخده في مسيرته كلاعب كره قدم، فبالتالي عايز ياخد اكبر مبلغ ممكن ياخده في الموسم. الحاجه الثانيه هي حاجه شخصيه ونفسيه ما بين الكابتن محمود الخطيب وبين محمد الشناوي حارس النادي الاهلي، هو ان الكابتن الخطيب بيقدر الشناوي بيحبه جدا لانه ضحى كتير عشان الفريق، كان في ازمات كتيره ومشاكل كبيره. الشناوي بيثبت انه مخلص للنادي الاهلي، وهي دي نوعيه اللعيبه اللي الكابتن الخطيب بيحبها وبيتمنى دايما تبقى موجوده في النادي الاهلي حتى بعد ما تعتزل. الحل الافضل بالنسبه للخطيب وبالنسبه للشناوي وبالنسبه للنادي الاهلي هو ان الشناوي يخرج للسعوديه ويوافقوا على عرض الشباب السعودي عشان يطلع وياخد المقابل المادي الكبير اللي هو بيتمناه ويامن مستقبله، ويرجع بعد كده 6 شهور سنه، او يرجع حتى بعد الاعتزال عشان منصبه ومكانه موجود في النادي الاهلي زي ما الكابتن الخطيب بيخطط. مارسيل كولر السنه دي والسنه اللي فاتت كان اعلى موافقته على رحيل الشناوي طالما مصطفى شوبير موجود، وبعد التعاقد مع الزنفولي لو احنا فاكرين، وقايل ان ده قرار الشناوي والاداره. كولر من بدري ما عندوش مشكله خالص الشناوي يخرج، بالذات انه بيثق مصطفى شوبير، معجب بمستوى حمزه علاء ومصطفى مخلوف. كولر مد الضوء الاخضر لرحيل الشناوي عن الاهلي. فاضل الاتفاق ما بين الشناوي وما بين الشباب السعودي على التفاصيل الماديه، وكمان الاتفاق ما بين الخطيب وما بين الشناوي على الشكل اللي هيرجع بيه النادي الاهلي بعد ما يعتزل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.